مساء الخير. مساء النور. انت لما لقيتيها ساكته تماما كده فهمتي ايه؟ انا وجهت كلامي لمامتها وقلت لها، طبعا هي بتنكر على فكره، هي ما زالت بتنكر وبتقول يا جماعه بصي، هي بصراحه عندها اسلوب مقنع ابن لذينه، يعني عندها اسلوب مقنع رهيب. فانا لما لقيتها بالطريقه دي وجهت كلامي لمامتها وقلت لها حضرتك انتوا افتريتوا وبنتك بتكذب، وكفايه بقى، خليكي واضحه معايا، عشان انت لو ما قلتليش الحقيقه انا هطلع اقول للناس كل حاجه والناس هتهجم عليكي، الناس هتعاملك بمنتهى الهجوم. يعني مامتها عارفه الكذبه دي من اولها لاخرها؟ هي نكرت ساعتها ان هي تعرف حاجه، بس طبعا من الكلام باين وفي كلام بتقوله عكس بعض، وانت عارفه يا حاجه كل حاجه، وانت معاها من اول الموضوع من اول موضوع لاخره. ولما كانت بايته معانا كانت بتحاول يعني تثبت لي ان ممكن التحاليل، يعني هي كانت وهي بايته معانا بتقول لي بس على فكره هي بتتعالج من زمان، يعني ممكن التحليل ما يطلعش فيها حاجه. قلت لها ازاي يا حاجه، يعني هي فجاه كده خلاص خفت النهارده خلاص خفت؟ لا احنا كده كده هنطلع هنجيب التقرير الطبي بتاعها من المستشفى وهنثبت ان هي فعلا كانت بتتعالج، وان الفتره اللي فاتت دي كانت عملت عمليات، وانت طلبتي عمليه تحويل مسار وهركب كيس فضلات لسه ما فيش من يوم 9/4. ايوه انت طلبتي 100,000 جنيه لعمليه تحويل مسار، وكل فتره بتطلبي مبلغ مهول. يعني مثلا جهاز التنفس الصناعي، انت اصلا ما فيش كلمه في الورق او التقارير اللي معانا بتقول ان انت اصلا عندك اي مشكله في عضله القلب، ما فيش اي مشكله في عضله القلب. ايه جهاز التنفس الصناعي اللي انت طلعتي قلتي انا محتاجاه، ونسبه يعني عضله القلب كفاءتها 5% ولا مش عارفه كام في المية، وان انت ما تقدريش تعيشي من غير، انت ما عندكيش اي انتوا قبل مشاكل المشكله دي اصلا كنتوا ما كنتوش صحابها ولا قريبين منها؟ لا احنا مش صحابها عامه، احنا مش صحابها. دنيا بالنسبه لنا حاله، على فكره هي من نفس المحافظه اللي احنا منها، اللي احنا من اساسنا منها. ايوه. فكل معارفنا بتاكد ان البنت دي فعلا تعبانه. فاحنا دعمناها دعم نفسي فقط. انا مش هروح اطلب منك تقارير وانت بالنسبه للناس كلها فعلا مريضه كانسر، هطلب منك تقارير اثبتي لي ان انت مريضه كانسر، انت بالنسبه للناس كلها طيب مريضه وانتوا كانسر. قاعدين في البيت كان لكم شروط قبل ما تقرروا تطلعوا انتوا الاثنين علشان توضحوا للراي العام؟ ودي مسؤوليه برضو، انا يعني عارفه كويس جدا ان انتوا كنتوا قاصدين تقولوا للناس ان اللي حصل ده مش حقيقي وتوضحوا الكذب من لا كذب، ولكن انتوا اتفقتوا معاه ان هي تطلع تقول للناس انا خفيت وانا كويسه وانا مش عايزه حاجه تاني وانا بفضل دعاكم، اللي في سبيل مثلا هي تبطل اللي هي بتعمله ده. احنا قلنا لها احنا هنطلع نقول الحقيقه، لان يا استاذه نهال الناس، احنا نزلنا بوست وقلنا يا جماعه احنا الفيصل ما بيننا التحاليل والاشعه اللي هنعملها بكره الفحوصات، فالناس كلها قاعده مستنيانا، يعني هنقول ايه؟ فانت حطيتيني في حته، جيتي معايا وحاولتي تثبتي لي ان انت على حق، وكنت فاكره ان انت لما يكون معاكي اي ورق يثبت ان انت بتتعالجي حتى لو مش من الكانسر هنطلع نقول لا يا جماعه دي فعلا تعبانه. انت خليتي الناس كلها قاعده مستنيانا وحطيتينا في موقف احنا مش هنعرف نطلع منه، الناس مستنيه محملانا امانه لازم هنوصلها. طيب انتوا هي كانت جايه معاكم المشاوير بتاعتكم تطلعوا حساباتها وتطلعوا على الفلوس اللي دخلت لها، وكمان ان هي تبقى معاكم في المركز الطبي، وبرده الدوكيومنتريز بتاعتها طلعت، هي كانت مسلبه الاراده كده مسلمه لكم نفسها؟ يعني شكلها كان اللي هو انا تعبانه ودايما يعني عامله دور ان هي تعبانه ومش قادره تمشي والكلام ده كله. طبعا احنا لما قلنا لها في نص الكلام كنت بكلم اختي بقول لها احنا بعد ما نخلص هنا هنطلع فين، هنروح بهيه ولا دار الفؤاد ولا هنطلع فين نعمل الفحوصات الشامله البعيده خالص عن المركز الطبي العالمي. راحت انفعلت جدا وقالت انا مش رايحه في حته، انا هسلمكم التقارير اللي معايا. قلت لها طب انت لازم تثبتي براءتك قدام الناس بتقول ان انت سارقه البوكلت لحسن يشككوا في مصداقيه التقارير اللي موجوده معانا. احنا عايزين نبرئك تماما من الكلام اللي بيتقال ده، وصدقيني احنا هنرفع راسك ومش هندفعك جنيه في حاجه. لا اللي عايز يصدق يصدق، مش عايز يصدق ما يصدقش، انا تعبت انا قرفت انا. فلقينا في حاجه مش طبيعيه، لقينا في حاجه مش طبيعيه. لما جبنا بقى التقارير يعني في اللحظه دي احنا كنا مستنيين طلوع التقارير. كان ايه هدفكم كان ايه هدفكم الكام ساعه دول بالظبط يا نجلاء انت وندى؟ هدفنا بالظبط ان احنا يا اما البنت دي فعلا تكون نصابه وكذابه، فلا نبين للناس يا جماعه ان هي فعلا نصابه وكذابه، ولو هي فعلا صادقه لا احنا نقف معاها من الالف للياء. البنات اللي بتطلع تشهر بيها وبتتكلم بيها على حد كلامها هي، لا احنا نطلع نبرئ البنت دي. وعايزه اقول لك احنا طالعين معاها اصلا وانا جوايا اللي تيجي معايا عايزه تعمل مسح جاري دي صفقه.
يعني انا اصلا عارفه ان انا هرجع رافعه راسها لفوق من كتر ثقتها. انا بصي، انا اصلا جاتلي صدمه، اللي هو ازاي بعد ما انت جيتي، طب انت جايه معايا وجايه تحللي، انت مستنيه توصلي لايه؟ النتيجه اللي انت كنت فاكره ان انت هتوصلي لها كانت ايه يعني؟